بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. في خطوة تاريخية دخلت أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي هذا الحدث في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي شهدها الشرق الأوسط، حيث يشير البعض إلى تصاعد الوضع في قطاع غزة وحاجته الملحة للمساعدة الإنسانية. مع تزايد التداول حول دور مصر في هذا السياق، يتصاعد الجدل حول سيطرة دولة الاحتلال على الأراضي المصرية وتأثيرها على القرارات الإنسانية والاقتصادية. تعكس هذه الأحداث تحولات استراتيجية وتحديات جديدة تواجه المنطقة، وتبرز أهمية الدور الإنساني للدول في الوقت الراهن. في هذا السياق تبرز الجزائر كداعم قوي ومستعد للتحرك بشكل فعال لدعم أهلنا في قطاع غزة، ومع ذلك فإن الدعم الجزائري يأتي مع شروط واضحة تتضمن عدم التدخل في الجهود الإنسانية الجزائرية وتأمين الحماية الدولية للمساعدات التي ترسل إلى القطاع. في سياق متصل يسلط الضوء على الانتقادات التي وجهت إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث يتهم بالتواطؤ المزعوم مع رئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. يعتبر البعض أن تصاعد الأوضاع الإنسانية في غزة له جذور في التواطؤ، والتقارير تظهر أن الجزائر تلقت ردا سلبيا من الحكومة المصرية المؤيدة للكيان الصهيوني. تظهر جهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، وذلك بالتنسيق مع الأطراف الدولية لتقديم المساعدة اللازمة. تسلط الأضواء على دعوة الجزائر للسماح بإدخال طاقتها إلى غزة وتسهيل وسائل النقل البرية والبحرية لتحقيق هذا الهدف.